شكون غادي نجو من جروب جي؟ بزاف ديال الناس كيشوفوا بلجيكا غادي تربح المجموعه، ولكن السؤال الحقيقي هو شكون هيجي الثاني؟ نيوزيلاند عندها سترايكر قوي بحال كريس وود اللي ممكن حتى يبدا مع بلجيكا، ولكن المشكل خسروا 6 من اخر 8 ماتشات وديه ضد منتخبات بمستوى المونديال. ايران تقدر تستغل هذا الوضع، حتى هي عندها سترايكر كبير بحال تاريمي اللي ماركا ضد ريال مدريد هذا الموسم، ولكن حيت لعبوا غير 5 ماتشات في اخر عام ونص بسبب الوضع السياسي صعيب بزاف يهددوا بلجيكا بجديه. اما مصر هنا القصه مختلفه، مصر ما عندهاش غير محمد صلاح، عندها حتى عمر مرموش اللي يقدر يكون من بريك اوت ستارز ديال البطوله. والحاجه اللي كتخليهم اخطر تقريبا 7 من 11 لاعب الاساسيين كيلعبوا في نفس الفريق على مستوى النادي، وهذا الانسجام يقدر يكون مهم بزاف في المونديال. بلجيكا خاصها تربح المجموعه، ولكن المركز الثاني غادي يكون معركه، ومصر عمرها ربحات ماتش في المونديال، وهذا الشيء غالبا غادي يتبدل.